تخيل لو صحيت من النوم ولقيت نفسك قد ديناصور. هتخبط دماغك في كل باب. الطيور هتبقى خطر، والفار هيبقى نمر. في الفيديو ده من دماغ فاضية مليانة هنعرف ايه اللي هيحصل لو البشر بقوا بحجم الديناصورات، من التي ريكس لحد ساروبوسايدن العملاق. حقائق علمية في هزار في مفاجآت. تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لو البشر بقوا قد الديناصورات؟ يعني مش بس كبار، لا، كبار قوي. هل ده ممكن يبقى كارثة زي النيزك اللي قضى على الديناصورات؟ هل دي ممكن تبقى نهاية العالم؟ بس استنى، مش كل الديناصورات كانوا عمالقة بياكلوا بعض. في واحد اسمه مايكرو رابتر. ما شاء الله ما شاء الله، جبتوه منين ده؟ ايه اللي جبتوه ده انت؟ شارين بغبغان. ده أصغر ديناصور معروف لحد دلوقتي. كان عايش في الصين من حوالي 125 مليون سنة، وكان طوله 30 سنتي بس، يعني قد ساندويتش أو إزازة مياه غازية 2 لتر. وزنه أقل من كيلو، يعني حرفياً كان ممكن يبقى وجبة خفيفة لأي ديناصور تاني. وكان عنده جناحات شبه السنجاب الطيار، بس ما كانش بيطير فعليا، كان بيتزحلق في الهواء ويصطاد الحشرات وهو بيطير. طيب، لو البشر صغروا وبقوا قد الديناصور اللطيف ده، هنبقى 18% بس من حجمنا الطبيعي. يعني لا هتعرف تفتح باب ولا هتعرف تدخل من شق في الحيطة. هتبقى محبوس في بيتك مستني حد ينقذك. بس للأسف مفيش حد هيعرف يسوق عربية أو يشغل أي ماكينة بالحجم ده. يعني أمل إنقاذك 3 أشخاص فوق بعض في بلطو طويل. ولو خرجت تتمشى في الشارع، خد بالك، انت دلوقتي في قاع السلسلة الغذائية يا نجم. الحمام اللي كنت بتطرده بقى خطر، والفئران والصراصير اللي كنت بتقرف منهم بقوا مفترسين رسمي. تخيل تحارب فار، يعني كأنك بتحارب نمر. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك. فرصتك في النجاة مش قوي بصراحة. بس لو كان عندنا جناحات زي مايكرو رابتر كنا ممكن نطير ونهرب من الوحوش دي. بس جسمنا وعظامنا مش مهيئين للطيران. كل هبوط هيكسر لك كاحل من الاتنين، يعني مش هتبقى رحلة ممتعة قوي. الجانب الإيجابي، هنأكل أقل، بس مش زي ما انت متخيل. رغم إن جسمك هيبقى أصغر ب80%، هتحتاج تاكل حوالي 35% من السعرات اللي بتاكلها دلوقتي. ليه؟ عشان حسب قانون كلايبر، كل ما الجسم يصغر معدل الحرق بيبطأ، بس الجسم الصغير بيحتاج طاقة أكتر لكل كيلو عشان يشتغل صح. يعني باختصار، لو صغرنا زي مايكرو رابتر، حياتنا هتبقى فيلم أكشن في كوميديا في رعب، كله في نفس الوقت. تخيل بقى لو بقينا قد المايكرو رابتر، كنا هنحتاج ناكل طول الوقت. بصراحة أنا مش عارف إزاي ممكن أزود الأكل أكتر من اللي باكله دلوقتي. بس ما علينا، نسيب الحجم الصغير ده ونروح على ليفل أكبر. لو بقينا قد اليوتا رابتور اللي اكتشفوه في ولاية يوتا، واضح إنهم مش بيتعبوا في الأسامي. الحجم ده حوالي 1.8 متر، يعني 6 أقدام. هو ده اللي ألهم صناع جوراسيك بارك يعملوا الفيلوسيرابتورز. بس الحقيقة إن الفيلوسيرابتور الحقيقي كان قد الديك رومي بس، وده ما يبانش مرعب قوي على الشاشة. لو كل البشر بقوا قد اليوتورابتور مش هيحصل تغيير كبير. العلماء بيقولوا إن الطول الزايد شوية بيقلل فرص أمراض القلب، بس لحد نقطة معينة. لو بقينا قد ديناصور أكبر زي ترايسيراتوبس، يعني حوالي 2.8 متر، يعني 9.2 قدم، هتقدر توصل لأي رف في السوبر ماركت، بس قلبك هيعاني عشان يضخ الدم لكل جسمك. ورجلك وظهرك هيشيلوا حوالي 130 كيلو زيادة، يعني وجع مفاصل على طول. هتدخل بيتك عادي، بس دماغك هتخبط في كل باب. وساعتها يمكن الأحسن نسيب المشي على رجلين ونرجع نزحف على 4 زي الديناصورات. تخيل نفسك بتمشي على الأرض، أو حتى بتزحف زي البيبي. وطبعا السؤال اللي في دماغك، إيه اللي هيحصل لو كبرنا وبقينا قد أضخم وأشرس ديناصور في التاريخ، التيرانوسورس ريكس؟ الوحش ده كان طوله 3.7 متر، يعني 12 قدم. آلة قتل مرعبة. بس لو البشر بقوا بالحجم ده، مش هنكون مرعبين خالص. بالعكس،
هنكون أغبى. ليه؟ عشان مخك هيكبر مع جسمك، والإشارات العصبية هتضطر تمشي مسافة أطول بنفس السرعة. يعني رد فعلك هيبقى أبطأ للضعف. فإزاي هتصطاد فريسة وهي أصلاً جريت قبل ما مخك يستوعب؟ وكمان فاكر مشاكل المفاصل اللي ظهرت عند 2.8 متر؟ عند 3.7 متر هتحتاج عكاز ودعامات للركب وممكن كرسي متحرك عشان الألم. الميزة الوحيدة صوتك هيبقى أعمق وأجمد، بس مش لدرجة أستاذ. اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ طيب نزودها شوية. التيركس مش أكبر ديناصور، في الوحش الحقيقي السورول بوزيتون. ده كان طوله 18 متر 60 قدم، لدرجة إن العلماء أول ما شافوا حفرياته افتكروها شجرة متحجرة. رقبته لوحدها نص طوله تقريبا. تخيل بقى 8 مليار بني آدم فجأة بقوا بالحجم ده. هنفرتك العربيات، نكسر السقف واحنا واقفين، والمباني كلها هتنهار تحت وزننا. كل واحد فينا هيبقى وزنه فوق 80,000 كيلو، ولا أساس مبنى في العالم يستحمل ده. حتى لو عايش في بيت صغير، جسمك نفسه مش هيستحمل وزنك، ولا حتى أقوى لاعب كمال أجسام هيقدر يقف. وقلبك مش هيعرف يضخ الدم للمخ، يعني موت فوري. الخلاصة إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى صممنا بالحجم المثالي. فالمرة الجاية لو حسيت إنك قصير، احمد ربنا إنك مش 18 متر.